البرطمان معوج. الحمد لله. الحمد لله انه مسحش واتقلب. بصوا السمنه الفلاحي الزبده. بصوا بصوا بتدوب ازاي، مش بتدهن في الايد ازاي، تعرفيها انها بصوا. بصوا ما شاء الله. بصوا حاجه تانية، بصوا سيبناها كده تتقسم زي خلطه الجبنه، ما شاء الله. الحاجات ديت لما تيجي تشتريها تشوفيها تعرفي مغشوشه ولا مش مغشوشه. اللي هي بتدهن دي كده وتبقى سايبه اثر في ايدك، لا ما تاخدهاش، بيبقوا حاطين عليها سمنه نباتي. بصوا ايديا مفيش اي اهي. بصوا بصوا لسه طالعه من التلاجة كمان. بصوا دي زبده جاموسي. وهنا احنا زي ما قلت لكم كده مسيحه في النار. اول ما النار تغلي نوطي عليها خالص. بصوا الزبده عشان اللبن صافي، سمنه اصليه. بصوا القشطه عايمه على الوش. هنسيبوها كده بقى بالراحه على نار هاديه، ونحط عليها معلقه ملح عشان تدينا الدسامه بتاعت السمنه، ونطلعه منها مرته. ما شاء الله. كل ده لسه هتقل، الكميه هتقل. بصوا يا جماعه، هي سمنه بقت فلاحي خلاص، مش صفرة، هي بيضة بس لسه سايحه. ماشي. اما تجمد اللون بتاعها يعمل بسم الله ما شاء الله. بصوا الكميه. خلي بالكوا السمنه تبرد خالص، هي بردت بس ده عشان بلاستيك. هو المفروض في ازاز بس ما عنديش برطمان ازاز، عشان في بلاستيك. بصوا الحمد لله. بصوا لونها صافي، جميله جدا 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 جدا، ما شاء الله. دولت 3 كيلو ونص زبده، انا ما وزنتهمش. ما شاء الله يعني. والبرطمان ده بيوزن كيلو وده كيلو، يعني صفوا تقريبا على 2 كيلو ونص. لان انا خدت كمان ايه حبة منهم عملتهم على السمنة النباتي. بصوا سيحتها السمنة النباتي. بصوا الكمية ما شاء الله. الحاجة في البيت جميلة حبايبي. نتأكدوا ان السمنة جاموسي او بقري، ان الزبدة بتاعتها كويسة مش مغشوشة. الناس ياما قوي بيغشوها. والطريقة سهلة زي ما قلنا كده، بنحطها على نار عالية في الأول لغاية ما بتسيح، ونسيبوها بقى ايه تغلي بالراحة على نار هادية لمدة ساعتين 3 على شعلة هادية خالص. النتيجة ممتازة ما شاء الله. يلا بألف هنا. البرطمان معوج. الحمد لله. الحمد لله انه مسحش واتقلب.